السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الطاجن الحلو ده؟ تعالوا نشوف بيتعمل ازاي، بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب. وصفة هدير سعد. اول حاجة انا حطيت سمنة على النار في الحلة وخليتها ساحت، وحطيت بصلاية متقطعة جوليان او شرايح او اي تقطيعة تحبيها، ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. هقلبهم مع بعض لغاية اما البصل يدبل خالص. واكون انا مقطعه بقى بطاطس شرايح كده متوسطه، ما تكونش رقيقه قوي ما تكونش سميكه قوي. وطبعا براحتك، يعني عايزه تخليها اتخن من كده براحتك جدا لو عاوزه، بس هتفرق معاكي في وقت السوا مش اكتر من كده يعني. تمام، هقلبهم مع بعض كده عشان ياخدوا من البصل. وعندي بقى اللحمه اللي انا سلقتها سوا كامل، وهقلبها معاهم عشان خاطر تاخد من طعم البصل، وياخدوا بقى من طعم بعض كده كويس. طبعا بقى هحط بعد كده كوباية من عصير الطماطم. عايزة تزودي براحتك، بس انا بحب اللي هو صلصة قليلة شوية. تمام، هقلبهم مع بعض كويس كده زي ما انتي شايفة من تحت لفوق عشان البطاطس ما تتكسرش معايا. وبعد كده بعد ما غطيت عليها وخدت غلوة واحدة بس، حطيت لها ملح وفلفل اسود، ويعني حبة شوربة صغيرين بس هي ما اتصورتش. تمام، وسبتها غلت مع بعضها كده. وهنزل بالثوم، يعني حوالي نص معلقة كده او حاجة بسيطة جدا يعني. تمام، واسيبها بقى تاخد غلوة زي ما انتوا شايفين كده، واحطها في الطاجن. ويلا بقى على الفرن، تاخد بقى السوا بتاعها وتكمل سواها في الفرن وتاخد الوش الحلو ده. لو عاوزة تشغلي الشواية عليها كمان تدي وش كمان اكتر براحتك جدا. جميلة جدا وحلوة وما شاء الله تحفة. جربيها وهتعجبك، وبسيطة جدا ان شاء الله هتعجبك انا متأكدة. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.